قانون جديد بثبت بونجاح. وات؟ بعد الهدف شباب اللي ماركا بونجاح في كوب دافريك 2023 مع أنغولا، المدرب الانجليزي ارسن فينغر غاضو بزاف في البيت اوكي. وقال لهم بزاف اهداف شابه ما تتحسبش على جال التسلل تاع صباع ولا تاع شعره ولا تاع ظفر ولا ليني فو طويل. المهم اقترح عليهم قانون جديد تاع التسلل، قال لك باش اللاعب يكون متسلل لازم الجسم تاعو كامل يكون متسلل. كيفاش يعني؟ لازم يعوم في التسلل في الأورجي. الفيفا قعدوا شحال وهم يخموا في القانون هذا، وقالوا بلي القانون راح يفسد البان ويصعبها للمدافعين. مي بعد تشاور كبير قال لك راح يجربوه في كأس العالم 2026. ما لقاوش وين يجربوه في كأس العالم، تحسب كأس العالم دورة رمضانية. المهم القانون هذا راح يعجب بزاف لاعبين، بينهم المخضرم موراتا الاحتمال يرجع من الاعتزال، والأسطورة بونجاح والفكرون مبابي. وش رايكم انتم؟ ولا ما عندك جواب؟ بيني وبين اهلي، بيني وبين لا عندك جواب ولا ما عندك جواب؟